بما إننا داخلين على أفضل وأعظم 30 يوم في السنة اللي هو شهر رمضان المبارك، حبيت أقول لك على 10 خطوات مهمين جدا تقدر بيهم تستعد لاستقبال الشهر الكريم. فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيا كده خليني أوضح لك حاجة مهمة جدا ممكن نكون كلنا عارفينها، وهي إن شياطين الجن بتصفد في شهر رمضان، بس للأسف شياطين الإنس موجودين، ودول بيقوموا بالواجب وزيادة علشان يضيعوا من حضرتك فرصة استغلالك للشهر الكريم. طيب إزاي ده بقى بيحصل؟ أنا أقول لك، بس خليني في البداية أسألك كام سؤال كده. ممكن تقول لي إيه هو موسم المسلسلات العربية والتركية والهندية والبرامج الترفيهية؟ شهر رمضان. طيب إمتى أكتر وقت بتلاقي فيه تخفيضات وعروض هايلة جدًا على مواقع الأفلام والمسلسلات زي نتفليكس مثلًا؟ برضه في شهر رمضان. طيب يا ترى إمتى بقى بتظهر برامج الربح والمسابقات سنويًا، سواء ربح فلوس أو ربح عربيات؟ للأسف برضه في شهر رمضان. طيب سؤالي الأخير بقى، بما إن كل الحواديت دي مش بتظهر غير في شهر رمضان اللي مش بيتكرر غير كل سنة مرة، هل حضرتك شايف إن كل ده صدفة؟ للأسف يا صديقي، لو أنت شايف إن كل ده صدفة، أحب أقول لك إنك مضحوك عليك، علشان بكل بساطة كل الحوارات دي من أفعال الشيطان، وللأسف الشيطان قدر يلعب لعبته ويسيطر على مجموعة من الناس علشان يقوموا بدوره وهو مش موجود في شهر رمضان. والناس دول ممكن نقول عليهم شركات، ممكن نقول عليهم منظمات عالمية، وكل هدفهم هو دعم كل اللي قلنا عليه قبل كده، من برامج لمسلسلات لمسابقات لأفلام. طيب ويا ترى كل ده ليه؟ كل ده يا صديقي علشان خاطر يحرموك من فضل شهر رمضان المبارك، الشهر اللي ربك سبحانه وتعالى وصفه بشهر التوبة والرحمة والمغفرة، الشهر اللي من أول دقيقة فيه الشياطين ومردة الجان بتسلسل أو بتصفد، وده الشهر الوحيد في السنة اللي بتتقفل فيه أبواب النار وبتتفتح فيه أبواب الجنة، وده برضو الشهر اللي ربك سبحانه وتعالى بيرسل فيه ملك للسماء الدنيا بينادي بيقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وده الشهر اللي ربك سبحانه وتعالى كتب فيه العتق من النار لنوع من عباده اللي أنا وأنت ممكن نكون منهم، بس لو استغلينا شهر رمضان المبارك صح. مستحيل يا صديقي يكون كل ده صدفة لما يكون بيحصل في شهر فيه أفضل ليلة، وهي ليلة القدر، ودي الليلة اللي ربك سبحانه وتعالى وصفها في القرآن الكريم بأنها أفضل من 1000 شهر. ليه؟ لأنها ليلة نزول القرآن الكريم. شهر رمضان هو شهر تكفير الذنوب والمعاصي، هو الشهر اللي فيه الحسنة ب10، شهر التراويح، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وكل ده يا صديقي وغيره كتير جدا جزء لا يتجزأ من فضل شهر رمضان. طيب إحنا فين من كل ده؟ فأحب أقول لك يا ريت بلاش تسمح لشياطين الإنس يضحكوا عليك السنة دي زي ما بيعملوا كل سنة، علشان والله ربك غني عنك وعن عباداتك، بس أنت اللي محتاج له، فيا ريت تخلي شهر الخير بداية خير ليك بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ودلوقتي بقى هقول لك على 10 خطوات يخلوك مستعد تستقبل شهر الخير وتستغله صح. رقم واحد، التوبة الصادقة، بس طبعا مش شرط تكون في رمضان علشان تتوب، بالعكس التوبة في كل وقت وفي كل دقيقة عادي جدا، بس بما انك داخل على رمضان فده افضل وقت تصلح فيه العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فحاول تتوب بينك وبين ربك سبحانه وتعالى من الذنوب والاخطاء، وبينك وبين الناس من الحقوق. يعني لو في حد زعلان منك او انت زعلان من حد او حتى في مشكلة بينك وبين حد، حاول او يفضل انك تصفي كل الخلافات دي قبل رمضان علشان تبدأ الشهر الكريم بتوبة نصوحة. وافتكر دايما ان ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ودي كانت الخطوة الأولى. والخطوة الثانية هي الدعاء، لازم ومهم جدا انك تدعي ربك سبحانه وتعالى انه يهديك ويبلغك رمضان ويقويك بقى على الصيام والقيام وقراءة القرآن. واحب انقل لك برضو اللي ورد عن بعض السلف ان هم كانوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى 6 شهور علشان بس يبلغهم رمضان، وبيدعوه 5 شهور تانيين علشان يتقبل منهم اعمالهم في رمضان. فالتزم بالدعاء لربك سبحانه وتعالى وخليك واثق 100% انه هيستجيب، لان ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورقم 3 بقى إنك تكون فرحان بقدوم شهر رمضان المبارك، لأن بكل بساطة ده شهر الرحمة والمغفرة والعتق والفضل من ربك سبحانه وتعالى، فلو حضرتك مش فرحان يبقى في حاجة غلط عندك. وربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رقم 4، إبراء الذمة من الصيام الواجب، وده معناه إنك لو عليك أيام تصومها من رمضان اللي فات لازم تصومها قبل رمضان السنة دي.
ورقم 5 إنك تنمي معلوماتك وتثقف نفسك علشان تعرف أحكام الصيام وتعرف أكتر عن فضل شهر رمضان المبارك. رقم 6 حاول بقدر استطاعتك تنهي أو ترتب جميع الأعمال اللي ممكن تشغلك عن عباداتك في رمضان. رقم 7 إنك تكون موجود مع أهل بيتك سواء زوجتك أو أولادك أو إخواتك وتعرفهم إيه هي أحكام الصيام، ولو عندك أطفال صغيرين تشجعهم عليه. ورقم 8 هي الصدقة. حاول بقدر استطاعتك إنك تتصدق قبل رمضان بنية إن ربك سبحانه وتعالى يبلغك رمضان ويقويك على الصيام والقيام وقراءة القرآن في الشهر المبارك. ورقم 9 حاول تصوم بقدر استطاعتك من شهر شعبان استعدادا لصوم شهر رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وطبعا الأحاديث دي بتبين الحكمة من الصوم في شهر شعبان. أولا لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وثانيا إنك بتهيأ أو بتعود نفسك على الصيام لصيام الفريضة في شهر رمضان المبارك. ورقم 10 والأخيرة بقى يا صديقي وهي قراءة القرآن. قال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع، ومن لم يزرع في رجب ويسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ وبكده أكون وضحت لحضرتك ال10 خطوات اللي تقدر بيهم تستعد لشهر رمضان زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بيعملوا. فربنا يبلغنا رمضان ويقدرنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وكل سنة وانتم طيبين. وفي النهاية أحب أقول لك إن أنا مش شيخ ولا بدعي الفضيلة، أنا بشر زيك بالظبط ومش معصوم من الخطأ، فكلامي معاك يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب، فلو أصبت فده توفيق من ربي سبحانه وتعالى، ولو أخطأت فده من نفسي ومن الشيطان. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.